مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو النهارده. بعد ما اتكلمنا ان ازاي، أنا مش عارفه ده بعد ولا قبل، والله مش عارفه محمد هينزل انهي فيديو الاول، مالناش دعوه، المهم ركزوا معايا. انواع الناس اللي بتتعامل مع الاعباء والضغوطات. انا قلت قبل كده او لسه هقول برضو معرفش ان انت زي العربيه النقل، الضغوطات والمشاكل في حياتك بتبقى حمولة عليك. فاحنا مختلفين في فكرة التعامل او نظرتنا للضغوط والاعباء دي. ازاي يعني مثلا رقم واحد، اللي على الله حكايته. يعني ايه؟ يعني اللي مش مدرك اصلا ان هو عنده ضغوط واعباء، العادي عايزها كده مفيش وضوح، يعني ما عندوش رؤية بقى، ايه اقل حاجة بتعصبه، لان هو اصلا في لود عليه بس هو مش مدرك هو ايه. يعني انا في ايه؟ مفيش حاجة، بس انا متعصب ومتضايق ومش فاهم، بس ما انا ايه بقى، ما اعرفش. لا مؤاخذة ده مكبر دماغه، متجاهل ومستهتر، يعني هو عارف ان هو شايل الهم بس مطنش، ما فيش مشكلة، مالناش دعوة، مالناش دعوة معايا. تالت نوع المسوف. انا عارف ان في مشكلة ومش بتجاهل المشكلة، انا عارف الحل برضه، بس انا بأجل ترتيب اي حاجة الى حين اشعار اخر، اللي هو امتى ما نعرفش، مالناش دعوة. رابع حاجة، اللي هو مش بايده يعمل اي حاجة. انا ما عنديش قدرة اصلا ان انا اتعامل، يعني انا مش بسوف، انا عارف مش بسوف بس ما فيش، يعني ما عنديش استعداد اخد خطوة. رابع حاجة اليائس، اللي هو حاول بس بغباء السيكة فما نجحش فساب الموضوع، يعني هو ماشي انا استسلمت خلاص، مجرد ان هو حاول مرة والمرة دي فشلت. كل واحد فيهم بني ادم عايش معانا عادي، فشوف نفسك مين وحاول تصلح ده.